عارف اللي احنا فيه دلوقتي ده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا عندنا شوية مشجعين لا يفقهوا شيء عن كرة القدم. بنسبة كبيرة من جمهور الاهلي ما يعرفش حاجة عن كرة القدم. بنسبة كبيرة الجمهور ده اللي حدف كولر ازايز في لما كولر كان ماشي، لما خسر من سان داونز في ماتش العودة في مصر وخرجنا من سيم فاينال بطولة افريقيا السنة اللي فاتت. يعني عارف انت زي ما يكون ربنا بيعاقبك بيسترب باللي بيحصل دلوقتي، ربنا بيعاقبك بسبب الراجل ده، بسبب ان راجل انت يعني هقول لك معلومه او احصائيه، انت كسبان بيراميدز 8 مرات منهم 5 مرات كولر اللي محقق المكسب على بيراميدز. مستر كولر 5 مرات فوز على بيراميدز. يعني الف به كوره، انت المفروض الراجل ده هو المدرب التاريخي اللي جالك في اخر 20 سنه. مستر كولر مش فايلر ولا موسيماني ولا الناس دي. الراجل وصل معاك كاس عالم، واخد تالت كاس عالم، واخد معاك 2 بطولة افريقيا، واخد معاك بطولات دوري، واخد كاس مصر، واخد سوبر، واخد كل البطولات يعني، وانت بتحدفه بازايز. تخيل بقى يا صديقي العزيز الاهلاوي مستر يستروب ايه اللي يحصل معاه. انا كنت عامل فيديو كده بودكاست كنت بتكلم عليه. انا يعني ما كنتش مايل شويه للمدرسه الدنماركيه، يعني الدنمارك اصلا ما فيهاش كوره، يعني هي الدنمارك ما فيهاش كوره، فانت دايما بتميل للمدرسه البرتغاليه، المدرسه الالمانيه. دول هم اللي بيعرفوا يتعاملوا معانا، وهناك الكوره والسيستم بتاعهم كويس جدا. والمدرسه السويسريه نجحت معانا، فايلر وكولر. فانت جايب مدرب اصلا من بلد ملهاش تاريخ كروي عشان يجي يعمل لك طفره. دلوقتي في كارثه في النادي الاهلي، كارثه يتحملها الاداره بكل المعاني. انا في فيديوهات سابقه قلت ان الاهلي مضطر ان هو يدفع للمدرب 4 مليون دولار ويمشيه. انت اللي بتتحمل مش احنا، مش كجمهور. دلوقتي الجمهور هو اللي بيتحمل مصايبك، يعني هي تتبروز كده بين قوسين مصايبك. فانت دلوقتي بتحمل الجمهور مصايبك، لا لازم انت تتحمل. كنت اتحملت من بعد ماتش الترجي اللي انت طلعت منه من بطولة افريقيا بفضيحة في مصر وخارج مصر، كنت تتحمل عقد المدرب وكنت تمشيه من ساعتها، كنت تلحق بطولة الدوري لحد ماتش بيراميدز اللي انت خسرته بفضيحة. كانت لسه موجودة بعد تعادل الزمالك مع انبي، كانت لسه الفرص متاحة. انت ضيعت كل الفرص كإدارة ضيعت كل الفرص اللي انت تاخد بطولة الدوري، وكمان ضيعت المركز الثالث لان ماتشك مع بيراميدز، ضيعت المركز الثاني لان ماتشك مع بيراميدز ب6 نقط مش ب3 نقط. بيراميدز خد على حسابك 3 نقط وانت خسرت 3 نقط، فانت ماتش ب6 نقط، بعدت عن المركز الثاني خالص. يعني لازم عشان معجزه، انت عايز معجزه عشان تاخد تاني وتلعب بطوله افريقيا. وكمان الكونفدراليه انت ممكن تكون بعيد عنها. لو الزمالك لو بيراميدز ما كسبش الكاس، انت هتبقى بعيد عن الكونفدراليه. يعني الدنيا هتبقى صعبه جدا. موسم صفر، يعني انت الموسم السنه دي صفري والموسم اللي جاي هيبقى صفري. انت بتلعبش في بطوله افريقيا، انت زيرو بسبب قرار تعيين مدير فني لا يصلح للنادي الاهلي بحجم النادي الاهلي وتاريخه ولاعيبته اللي موجوده دلوقتي. مدرب لا يصلح. انا برضو مش عايز اجيب كل اللوم على اللعيبه، 50% يتحملها اللعيبه و50% المدرب مع الاداره. لعيبه احنا برضو شوفنا ماتش منتخب مصر مع اسبانيا ومع السعوديه، ادوا اداء جيد مع مدرب مختلف. فانا برضو هميل للحته ان انت محتاج مدرب مش اللعيبه امبارح او اللعيبه في الماتش بتلعب برعونه مش طبيعيه. يعني زيزو بيجري عادي كأنه كسبان 2-0 و3-0. امام عاشور نازل يتدلع في الماتش. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ انت لابس تيشيرت النادي الاهلي، انت متخيل انت فين؟ بسبب قرار خطأ بوظ لك كل حاجه وخسرت ملايين كتير جدا بسبب 4 مليون دولار انت مش عايز تدفعهم للمدرب كنت مشيته ولحقت بطولة الدوري. وبرضه بناشد شويه من الجمهور، يعني الجمهور لو حد بيتفرج عليا، الجمهور ما تبقاش منطق كده، ما تبقاش ابيض، ما تبقاش بيستغلوه في اي حاجه. رحت حدفت ازايز في الاستاد على مستر كولر وقعدت تقول يمشي ويرحم وطيب جبان بيدافع قدام صن داونز، ده مع انه عامل لك انجازات كبيره جدا وكان هو اللي غير لك مصير الكوره. ماشي، لا انت بعد دلوقتي ده اللي بيحصل لنا دلوقتي كمشاهدين بسبب ذنب الراجل ده. الظلم اللي احنا عملناه مش الكلام ده،
احنا استحملنا وقلنا هيكمل الموسم دوت وبعد كده يمشي في اخر الموسم. لا مش ده طلع دلوقتي بيان قال لك ان لازم على الاقل يشارك ولو مباراه واحده في الموسم الجديد عشان تديله 3 أو 4 شهور. تعرف ال3 أو 4 شهور دول عاملين كام؟ عاملين $1,200,000. انت متخيل ال3 أو 4 شهور دول عاملين كام؟ $1,200,000. يعني مبلغ مش قليل برضه. اصل يقول لك ايه؟ هنديله مرتب 3 4 شهور عادي يعني وهيمشي. يا حبيبي كان $1,200,000. انت متخيل دي يعني معديين 70 مليون جنيه. مش مبلغ قليل اللي هو هياخد 3 4 شهور. لا والمصيبه الاكبر ان هو هيحضر معاك فتره اعداد. انت المفروض فتره الاعداد دي هتبقى من اول السنه هتجيب مدرب جديد يشتغل الشهرين او الكام يوم اللي هم فتره اعداد مع النادي عشان يبدا الموسم الجديد جاهز بدنيا ونفسيا وكل حاجه. لا ده هو اللي هيحضر معاك فتره الاعداد وهيلعب معاك اول مباراه في الموسم ماشي عشان تقدر تديله 3 أو 4 شهور العقد اللي هو ايه مرتبات وتفسخ العقد. يعني كلام والله العظيم يعني لو مش بصور فيديو كنت قلت لفظ تاني بس تمام يعني. فانا انا غضبان جدا. انا حزين جدا على فريقي وعلى النادي الاهلي. انا مش بجانب يعني نفسيتي متدمره بسبب الماتش. انا كان عندي امل بعد العدد الزمالك مع النادي الاهلي يرجع تاني في الدوري حتى نفس الفتره الثاني. فكل الامل فيه راحت. انا بقيت فاقد الامل في النادي الاهلي على الاقل في الدوري ان هو يحقق اي حاجه. وان شاء الله نتعوض السنه الجايه ونتكلم برضه في الفيديوهات بشكل ايجابي عن النادي الاهلي وعن البطولات. اكيد النادي الاهلي مش هيقع. مش دي نهايه العالم. بس احنا في كوارث كانت ممكن تتصلح وتعدي بشكل افضل. احنا خدنا قرارات غلط خلتنا دلوقتي في الموقف ده.